السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنشوف ازاي نأسس طفل من البداية، وازاي ان احنا نبدأ صح معاه، وازاي نبدأ في اللغة العربية بطريقة صحيحة لطفل يكون داخل اولى ابتدائي. داخل سنة كام يا علي؟ اولى ابتدائي. ممكن تسلم على اصحابك؟ طبعا علي جاي من الاجازه، يعتبر اول حصه في العربي النهارده. قلنا نقول لكم بقى ونعرفكم ازاي بنبدا، علشان ما عادش في وقت يا جماعه، ولازم نلحق الولاد اللي ممكن يكونوا متاخرين او ناسيين عشان يدخلوا اولى ابتدائي جاهزين، لان المنهج مش سهل ابدا. احنا كتبنا حروف العربي كلها من الالف للياء، وعلي قال اسمها كلها. طبعا اكتشفنا ان هو ناسي شويه حروف. شيل القلم من عنده بقى. ناسي شوية حروف، فبدأنا ناخد بقى كل حصة هناخد كم حرف نراجعهم مع منهجنا احنا اللي ماشيين فيه برضه. يعني خدنا الثاء والجيم والحاء والخاء. تعملون باي باي؟ ماشي. والدال والذال والراء والزي، وراجعناهم وكتبناهم متصلين. خلاص بقى نركز هنا. يلا بقى احنا هنعمل ايه بقى دلوقتي مع علي؟ قلنا يا علي الحرف ده اسمه ايه؟ ألف. ألف. كل مرة هناخد حرف وهنمشي بترتيب المنهج، لأن المنهج خلاص يا علي بقى ركز معايا علشان أصحابك يعرفوا إنك إزاي شاطر وبتركز، تمام؟ المنهج نازل مش مترتب طبعا. لما تدخلوا كي جي 2 أو أولى ابتدائي المنهج مش ماشي بالترتيب. بادئ بالألف وبعد كده بالميم وبعد كده بالباء. إحنا هنمشي بنفس ترتيب المنهج بتاعهم بالظبط، لأن مش هتفرق معانا. إحنا كده كده بننمي قراءة وكتابة وإملاء. احنا هنعرف دلوقتي يا علي، احنا قلنا الحرف ده اسمه ايه؟ ألف. ألف. ده اسمه. احنا قلنا كل حرف ليه اسم وليه ايه؟ صوت. برافو عليك. كل حرف ليه اسم وليه صوت، والحركات اللي بتعرفني صوت الحرف هي الفتحة، بنرمز لها كده. اعمل كده يلا عشان اصحابك يشوفوك. فتحة، كسرة، ضمة، السكون. برافو عليك. طب تعالى نكتبهم فوق الحرف ونعرف صوت حرف الألف لما يبقى عليه فتحة. اهي الفتحة يعني الشرطة اللي فوق دي. الألف لما يبقى عليها فتحة نقولها ايه؟ برافو عليك. حركة قصيرة، صوت قصير ما يطولش. ينفعش اقول لا غلط. يبقى ألف فتحة اقولها. علي صوتك. لا. برافو. الألف بقى لما يجي تحتها الكسرة بص هنا يا علي، الكسرة هتبقى شرطة تحت الحرف، عشان كده الهمزة بتاعت الألف هتنزل تحت. ألف كسرة. ها نقول صوت ايه الألف كسرة؟ كل أصحابك كده فاكر ولا ناسي؟ برافو. اسمها ايه؟ يبقى الألف وهي تحتها كسرة الألف وهي تحتها كسرة تمام. علي كان طبعا معايا في كي جي 2، فطبعا هو فاهم الدنيا، لأن كل ده كان شغل كي جي 2. الألف لما يبقى عليها ضمة هنقولها ايه يا علي؟ ممتاز. علي صوتك يا علي. برافو عليك. طيب عندنا السكون. فاكر يا علي كنت بقول لك السكون بيخلي الحرف ايه؟ ضعيف. السكون بيخلي الحرف ايه؟ ضعيف خالص، مالوش صوت. لازم احط قبليه حرف تاني علشان اقدر انطقه صح. فهنا الالف لو عليها سكون، شوف مش قادره تطلع ازاي، نقولها يبقى الالف سكون ايه؟ يلا قول لي صوت الالف تاني. بالفتحه، بالكسره. لا بص على الحرف. بالكسره. برافو. بالضمه. قول صح. وبالسكون. شاطر. قول معايا. اي او تاني. خد بالك عشان هلخبطك دلوقتي. بص عليهم كويس. اي او طيب دي هنقولها ايه اللي عليها ضمه؟ برافو. واللي عليها فتحه؟ برافو. واللي عليها سكون؟ برافو. واللي تحتها كسره؟ برافو. كده عرفت ان علي عرفهم. ليه؟ لان لخبطته. في ولاد بيحفظوا اي او وخلاص، لكن لما نلخبطه كده نشاور على الفتحه، نشاور على الضمه والفتحه سكون، ونلخبطه نبقى عارفين ان هو فهم صح. اي او احنا دلوقتي هنكتبهم، وهنكتب رسمه الحرف على السطر كويس، وبعد كده نشوف هنعمل ايه. يلا يا علي ابدا اكتب الالف. يلا
هنا علي كتب الالف خلاص كلها، وخطه ما شاء الله ما شاء الله جميل جميل جميل، وعارف ان حرف الالف لازم يقف على السطر. طيب بعد كده هنعمل ايه؟ انا قفلت الفيديو ورجعت لكم عشان ما نطولش عليكم، الفيديو يبقى طويل زياده عن اللازم. هنا بقى بعد ما عرف الحرف بحركاته، هنبدا بقى طبعا ناخد كلمات فيها الحرف. المنهج الجديد طالع ما مش حكايه ان انا اخد كلمه فتحه وكسره وضمه، لا، لازم الطفل يتعرف على الحرف في اول الكلمه وفي وسط الكلمه وفي اخر الكلمه عامل ازاي. فهنبدا ناخد كلمات وهحاول اخليه هو اللي يقرا. بص يا علي، احنا قلنا هنا دي هنقراها ايه؟ طب لو جه بعديها الحرف ده، طبعا الالف مش بتمسك في حاجه بعديها، والكلام ده كنا قايلينه قبل كده. الالف مش بتمسك في حاجه ايه؟ بعديها خالص، بتمسك في اللي قبلها بس. يبقى كده طيب ودي هنقولها ايه؟ حرف ايه ده؟ سين. السين هنا متصله يعني مد ايديها. طب السين لما بيبقى عليها فتحه بنقراها ازاي؟ طب اقرا لي بقى المقطع ده. ها برافو، عايزاك تبص في كراستك وانت بتقول. برافو، نقولها اسرع. س. طب لو جه مسك في السين الحرف ده، حرف ايه ده؟ لسه مراجعينه اهو. دال. برافو عليك. ده هنقوله كانه عليه سكون عشان هو في اخر الكلمه. ده. يلا اقراها لي من الاول بقى عشان تعرف كلمه ايه لوحدك بسرعه. ده. يا ترى بقت كلمه ايه؟ اسد. مخك قال لك دي كلمه ايه؟ اسد. كلمه ايه؟ يلا بطل شقاوه، بص فيها تاني. يبقى كلمة أسد. أسد. كلمة إيه؟ أسد. بص لها. أسد. يبقى كلمة أسد. كلمة إيه؟ ماشي تمام. الكلمة التانية أنت اللي هتقرأها. هناخد بقى الألف واقفة في النص. بص كده، دي هنقولها إيه؟ السين على فتحة تقولها ايه؟ برافو. والالف في النص كده، شفت الالف مسكت في السين ازاي؟ يبقى دي طبعا دي لسه مش كلمه، في حاجه اسمها، في كلمه اسمها يبقى ناقص هنا في صوت تاني للحرف ده. حرف ايه ده يا علي؟ لام. يبقى نقوله لام. تعال نقول من اول بقى عشان نعرف كلمه ايه. يلا نقول سوا. برافو. يبقى كلمه ايه؟ قولها كده على بعضها بسرعه. سأل. سأل. برافو. سأل يعني بيسأل. سأل. انت اللي قرأت. شفت الشطاره بقى؟ شفت الشطاره؟ برافو عليك. يلا الكلمه الثالثه. بص، اولها الحرف ده اللي انت كنت ناسيه من شويه، احنا بنراجع. حرف ايه ده؟ قاف. قاف. طبعا كل الحروف دي هنراجع كل مره لحد ما تثبت. هو كان عارفهم بس ناسيهم. قاف عليها فتحه نقولها ايه؟ قا. قاف عليها فتحه نقولها ايه؟ قا. حركه قصيره. قا. قول قا. برافو. هيمسك فيها الحرف ده. حرف ايه ده؟ فكر اهو اللي كتبناه هنا. حرف ايه؟ برافو. يلا نقولهم مع بعض. قا را. قا را. طب تعال شوف، لسه في هنا حرف هيقف. الالف هتيجي هنا واقفه في الاخر. صح، انت قلت صح. قول تاني. يبقى كلمه ايه؟ يا خبر على الشطاره، ما شاء الله. برافو عليك. قرأ. انت بتقرا دلوقتي؟ طب كيف عارف؟
ماشي تمام. شفت انت اللي قرأت ازاي؟ مبسوطة منك قوي 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 يا لولو. قراءة. قراءة. هنا الألف واقفة في آخر الكلمة صح؟ يبقى هنا الألف واقفة واقفة هنا اهي منفصلة. قول هنا الألف هنا في أول الكلمة، والألف هنا في وسط الكلمة ماسكة في اللي قبليها، والألف هنا في آخر الكلمة. علي بقى هيبدأ يكتب الثلاث كلمات دول بخط جميل جدا وزي ما أنا كاتبة بالظبط. اللام هنا بتنزل من على السطر، والراء هنا برضو بتنزل من على الايه؟ من على السطر. يلا ابدأ ونخلص ونرجع لأصحابنا تاني. طبعا هنا علي كتب الثلاث كلمات والتزم بالسطر، والحروف اللي على السطر كاتبها، والحروف اللي بتنزل من على السطر عاملها، وخطه ممتاز جدا. بعد كده بندي للولاد ايه؟ الكلمات اللي هم ياخدوها يكتبوها لازم نخليهم يحللوها الى اصوات. بيحللوا الكلمه الى اصوات. في تحليل كلمه الى اصوات وفي الى مقاطع صوتيه. احنا بنبدا بالاصوات الاول. ليه؟ هي دي مهمه؟ مهمه طبعا. علشان الطفل تعرفي انه اتعرف على شكل الحرف جوه الكلمه ده حرف ايه. لما يقطع الحروف من بعضها كده بنتاكد ان هو عارف الحرف ده شكله ايه جوه الكلمه. في اولاد بيبقوا عارفين شكل الحرف وهو منفصل وهو واقف كده لوحده، القاف دي عارفها، لكن لما تدخل في الكلمه كده في الاول او في النص يبدا الطفل ما يعرفش الحرف ده ايه، وده بيخليه طبعا يتاخر جدا في القراءه. فاحنا هنبدا نقطع الكلمه الى اصوات. اصوات يعني كل حرف لوحده، كل صوت لوحده. صوت يعني حرف، حرف له صوت وليه اسم. فهنبدا هنا بكلمه اسد، دي 3 اصوات. يلا يعني فاكر لما كنا بنقطع الكلمه بنقول هنحط كل حرف في بيته صح؟ اول حرف في الكلمه هو حرف الايه؟ نكتبه في اول بيت. يلا انت عملت هات كده. انت عملت الهمزه باصه فين؟ اعملها صح، باصه الناحيه الثانيه. تمام. تاني حرف ده حرف الايه؟ سين. برافو. مدي ايده بس. تالت حرف ده حرف الايه؟ دال. برافو. نكتبه في اخر بيت. وهكذا يا جماعه عشان ما اطولش عليكم هنبدا نحلل كل الكلمات، وبتساليه على كل حرف ده حرف ايه، مش يقعد يكتب كده وخلاص، عشان تتاكدي ان هو عارف كل الحروف. وطبعا هنعمل شويه انشطه تاني كمان توصيل، وبعد كده كل اللي خدوا هنا هياخدوا في الواجب ويكتبوا في البيت صح؟ كل اللي اتكتب هنا يكتب زيه في البيت علشان المره الجايه هنتملى الكلمات دي. عشان النهارده اول حصه اديته 3 حروف بس، 3 كلمات على الحرف بس. بعد كده بنزود الكلمات 4 وبعد كده بيبقوا 6، يعني بندي 6 كلمات على كل حرف. اتمنى ان الحلقه تكون عجبتكم، وطبعا علي مبسوط جدا انه كان معاكم النهارده. قول لهم بقى ايه؟ تقول لهم ايه؟ تقول لاصحابك ايه؟ تقول لهم ايه؟ تقول لهم يذاكروا ولا يعملوا ايه؟ يذاكروا. يذاكروا كويس ويسمعوا كلام مين؟ ماما وبابا واخوه. ومين كمان؟ والميس. والميس طبعا صح؟ علشان نبقى اشطر ولاد واشطر بنات هم كمان، مش كده؟ يلا قول لهم السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. يلا السلام عليكم.